دايما ان الوقت كافي لشفاء اي جرح، ولكن ايه رايك لو قلت لك ان الجرح ده ممكن يكون كفيل ان يؤذيك اذى مادي ويضعف عضله القلب؟ رحبوا معايا بمتلازمه القلب المكسور او ما يعرف بالبروكن هارت سندروم. والله في متلازمه في الطب اسمها كده. دي حاله بتحصل اكتر مع السيدات مع حاله الحزن الشديد زي موت الزوج وضغوطات الحياه الكبيره، وفيها ان عضله القلب بيبدا شكلها يتغير وتكبر في الحجم وتبقى مش قادره تضخ الدم، وبتتحول من الشكل المخروط الطبيعي لشكل عجيب شويه كده، تاخد شكل المصيده الياباني بتاعت الاخطبوط. عشان كده الحاله دي ليها اسم طبي تاني اسمه تاكوتاسوبو. تاكوتاسوبو اسم ياباني، تاكوتاسوبو كارديومايوباثي. الحاله دي اعراضها شبيهه قوي بالنوبه القلبيه او الذبحه الصدريه، الم شديد في الصدر مع نهجان ودوخه، الا اني احب اطمنك ان المرضين ما لهمش علاقه ببعض. الذبحه الصدريه بيبقى سببها ضيق في الشرايين التاجيه نتيجه تصلب شرايين، اما الحاله بقى بتاعتنا فمش معروف سببها قوي، ولكن بيعتقدوا ان سببها علو الادرينالين في الدم بصوره كبيره جدا. بس لازم نعمل رسم قلب عشان نخرج احتماليه الذبحه الصدريه من الموضوع. وحابب اطمنك اكتر برضو واقول لك ان اكتر من 95% من الحالات وظائف القلب ترجع طبيعيه في خلال اسابيع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.